لو انت بتشتغل 12 ساعة في اليوم وبتاخد يوم واحد اجازة بس في الاسبوع، انصحك ما تفكرش في الجواز ابدا. لو انت بقى مسافر وهتيجي تتجوز وترجع تاني تسافر وتسيبها لوحدها، برضه ما تفكرش في الجواز. لو انت بتفكر تتجوز وتجيلك فرصة بعد كده تسافر وتسيبها لوحدها بعد الجواز، ما تفكرش في الجواز. لو انت ما معكش فلوس قد طلبات الجواز بتاعتهم، ما تتجوز. لو هتتجوز في ايجار ما تتجوز. ولو هتتجوز في بيت عيلة وانت عارف ان اهلك صعب التعامل معاهم او خطيبتك صعبة، ما تتجوز. لو انت ما عندكش خبرة في التعامل مع الحريم ومش بتعرف تسيسهم وتختار مين بنت الناس الصح، ما تتجوز. لو انت مش بتاع التزام ومسؤولية، ما تتجوز. احترم يا ابني قدرات نفسك، عشان اخرتك هتبقى السجن لو اتجوزت. لو انت بقى ما عندكش خبرة تعلمها لعيالك وتأمن ليهم مستقبلهم، انا بقولك ما تتجوز وما تظلمش حد. لو انت هتتجوز مديون، ما تتجوز. لو انت هتناسب ناس عرة، ما تتجوز، لان اخرتك هتبقى معاهم السجن معروفة. طيب يا محمود، بس اللي انت بتقول عليه ده صعب قوي وبيوجع، حرام يعني نعيش كده ونكمل حياتنا من غير جواز ازاي؟ بص يا غالي، مش من حق كل شخص انه يتجوز ويبني اسره. اه والله، في ناس مش مؤهله اصلا للجواز، رجاله وستات على فكره، ما تخلقوش للجواز اصلا. ماشي، والشارع مليان كتير عيال اطفال، شوارع مرميه، طلاق، مشاكل. هبسط لك الفكره خالص عشان تبقى واخد بالك منها. زي اللي عايز يشتري عربيه مثلا ومش بيعرف يسوق او ما معهوش الفلوس وبيشتري بالدين، او مش بيعرف يحافظ على العربية كويس، او ما عندوش جراج امن ليها، وهكذا بقى. انا وصلت فكرتي، بس اللي ممكن بقى يزعلك من كلامي الصدمة الجاية اللي هتسمعها دي. الكائنات الحية كلها بلا استثناء من حقها ممارسة الحب والحصول على شريك بدون اي شروط. كلمة ممارسة الحب في الثقافات الغربية يعني ممارسة العلاقة الحميمية والعاطفية بغض النظر عن النية في إقامة أسرة. انا هنا مش بدعو حد يعمل حاجة حرام لا سمح الله. الكلام ده مجرد ملاحظة عن طبيعة البشر والكائنات الحية واحتياجاتهم الفسيولوجية وفهم الثقافات المختلفة يعني. ايه ده يا محمود؟ يعني نفهم من كلامك ان انا من حقي ككائن حي احب واتجوز وامارس الحب، العلاقة الحميمية يعني، من غير اي شروط؟ اه ايوه، هو كده فعلا. وهو ده اصلا طريقة الجواز في الدين الاسلامي، مفيش شروط فعلا. احنا بس اللي من دماغنا كده حطينا شروط اللي يعرف ينفذها ابو هشيمة مثلا ساري عربي. اللي مهم تعرفه قبل ما تفكر في الجواز او اي علاقة ايا كانت، فكر اذا كنت جاهز تتحمل المسؤولية ولا لا، واعرف قدرات نفسك، وافهم ان الحقيقة مش بتضر حد، بس طريقة فهمك للحقيقة مهم. افهمها صح وعيش حياتك بوعي. وما تنساش بقى لايك واشتراك، وقول لي رأيك في كلامي في التعليقات، وشوف الفيديوهات التانية هتفيدك وهتنور بصيرتك وتغير تفكيرك.